السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة جاي أتكلم وأقول بعض الأخبار عن مسلسل هاوس أوف ذا دراجون أو عن الموسم الثالث. في بعض الأخبار اللي انتشرت فأنا جمعتهم، هم قليلين وجاي أتكلم فيهم وأقولهم، فكل ده اللي جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهاردة. فقبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم أخوكم إسلام، ويلا بينا نخش على طول في الحلقة. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. مسلسل هاوس اوف ذا دراجون الموسم الثالث. خلال الفترة الأخيرة انتشرت صور من الكواليس ونزلت كده، وشفنا فيديو اللي موجود فيه ديمون تارجيريان في إحدى المشاهد وهي بتتصور. ولو نفتكر إن المسلسل الموسم الثالث بدأ تصويره في شهر مارس 2025 في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أو اللي بيتقال إن المسلسل هيتم تصويره حتى الخريف. طبعا في أخبار بتقول إن كل مشاهد اللي موجودة في العرش الحديدي داخل قلعة الريد كيب للموسم الثالث خلصوا تصويرها، انتهى تصويرها. ونيجي برضو في ممثلين جدد انضموا للعمل، انضموا للمسلسل. وريان كوندل كاتب المسلسل اكد وقال ان المسلسل الموسم الثالث هيغطي 4 احداث مهمه جدا ورئيسيه، واهمها معركه الحلقوم، وهي طبعا معركه بحريه ضخمه كبيره، وهتشارك فيها قوات الفيلاريون ضد تحالف الخضر، ضد جيش الخضر. طبعا المعركه دي هي المعركه اللي كان المفروض نشوفها في الموسم الثاني، لكن حصلش وشوفنا اللي حصل بقى في الموسم الثاني. مش عايز افتكر اي حاجه. طبعا في المعركه دي زي الاخبار اللي بتتقال انه تم التعاون في تخطيط هذه المعركه مع احد مديرين انتاج فيلم تايتانيك، وده ان دل يدل على ضخامه المشهد او ضخامه المعركه دي، ويا مسهل. دي ابرز الاخبار المنتشره عن مسلسل او الموسم الثالث من هاوس اوف ذا دراجون. وزي ما قلت لكم الاخبار شحيحه جدا، محدش بيطلع يتكلم كتير، محدش بتاع، لان مسلسل هاوس اوف ذا دراجون زي ما تم الاعلان انه هيتكون من 4 مواسم. الحرب الاهليه بتاعه التارجيريان هتتحكي في موسمين كمان، يعني نسبه كبيره لا في اول 2026 لا في نص 2026، لكن لحد دلوقتي لسه مفيش اعلان مؤكد عن موعد نزول الموسم الثالث. وعلى الهامش كده في خبر برضو شفته وهو عن المسلسل اللي بيتم تجهيزه عن ايجون الغازي، ايجون الفاتح. طبعا بعتقد ده المسلسل اللي هنشوف فيه غزوات وفتوحات ايجون تارجيريان. وكان كاتب المسلسل ده صرح وقال اللي اسمه ماتسون توملين، كاتب المسلسل، انه انهى وخلص جزء من كتابة الموسم الاول. واضاف برضو الكاتب ده وقال ان جورج ار مارتن جزء من سيشارك في ادارة المسلسل، يعني مشرف. ودي حاجه معلومه احنا مش مهتمين بيها، لان احنا زي ما شفنا كان برضو مشرف في هاوس اوف ذا دراجون وشفنا ده اللي شفناه، فدي حاجه يعني تعتبر مش مهمه يعني، وانه متحمس للمسلسل. لكن خليني اقول ملحوظه ان مسلسل ايجون تارجيريان، ايجون الغازي، هو لسه في مرحله الكتابه، لسه بيتكتب، يعني لسه ما تمش اختيار الممثلين اللي هيشاركوا في العمل. الاول نخلص كتابه وبعد كده نختار الممثلين والابطال، وبعد كده نبدا تصوير. طبعا نبدا تصوير بعد اختيار الاماكن اللي هنصور فيها، وده ان دل على شيء يدل ان احنا لسه معانا وقت كبير جدا عقبال ما نوصل للمسلسل ده ويطلع للنور. وبما نتكلم في العالم ده، طبعا في مسلسل فارس من الممالك السبعة. المسلسل اللي برضو دخل في دوامه كده، احنا مش عارفين هتعرض امتى. كان المفروض ان هو يتعرض في سنه 2025، واحنا خلاص اهو داخلين على اخرها، السنه تخلص ولسه المسلسل ما اتعرضش. فهل المسلسل ده هيتعرض بقى السنه الجايه؟ برضو دي سؤال عن وعلامه استفهام كبيره على المسلسل ده. المسلسل ده كان المفروض يتعرض، المسلسل نزل له اعلان لكن لسه ما تحددش الموعد النهائي ليه. يعني الواحد خلاص بدأ يتخنق من الناس اللي بتشتغل على أعمال أو على صناعة المسلسلات المشتقة من عالم أغنية الجليد والنار، اللي هو الناس دي بتخنقنا من اللي بتعمله في العالم ده وبتبوظه. لكن عشان ما اطولش عليكم، دي كانت حلقتنا، اتكلمنا عن ابرز الاخبار المنتشره عن المسلسلات المشتقه من العالم ده. فاتمنى تكون الحلقه عجبتك. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.